احلى وقت ممكن تاكلوا فيه السمك سمك الشتاء. هنعمل النهارده سمك ورز صياديه بطريقه حلوه قوي، ان شاء الله هيعجبكم جدا. هسمي الله وهجيب معايا كيلو سمك مكرونه بلدي، مهم قوي تكون بلدي اللي هي الصغيره دي عشان ما بيبقاش فيها شوك كتير. مغسوله ومتنشفه، بقص كده الراس والحتت اللي هي القشور دي، وبشيل السلسله بايدي وببططها كده. الخلطه بقى 7 فصوص توم، نص فلفلايه رومي، نص فلفلايه حراقه، ملح وكمون وشطه فقط، ما بحطش اي توابل كتير للسمك. وثلاث معالق خل وثلاث معالق كبار ليمون. هو السمك روحه الليمون والثوم، يعني مفيش داعي خالص ان انتوا تكتروا توابل، بتضيعوا طعم السمك. فردت السمك وبططته كده وسبته يتبل كده نص ساعة، وهبدأ في الرز. جبت نص كوباية زيت ونص كيلو بصل مبشور، وقلبته كده لحد ما بقى زي التقلية. نزلت عليه ب4 كوبايات رز وطماطمية مبشورة ومعلقتين كبار صلصة. الرز بالطريقة دي تحفة، أحلى من أي رز كلتوه في أي محل بره. والتوابل ملح وكمون وفلفل، حطيت عليه 4 كوبايات ميه مغليه ووطيت عليه النار. جبت كوبايه الا ربع دقيق وربع كوبايه نشا وكمون وبابريكا او شطه. النشا بتدي قرمشه حلوه قوي للسمك، وجربوا تتبلوا السمك كده اللي بتقلوا فيه، بيدي برضو طعم حلو قوي. قليت كده في الفلايتين قبل الزيت ما يتوسخ، واقلي السمك وحطيت السمك يتقلي. اول ما اتحمر كده من ناحيتين طلعته على طول. جبت كده طبق التقديم وحطيت فيه الخضرة اللي هقدم عليها. شايفين السمك بالطريقة دي بيبقى مقرمش، ومش قادرة اقول لكم بيبقى قد ايه ممتع في اكله. حتى لو حد ما بيحبش المكرونة وجربها بالطريقة دي حقيقي هيستمتع بيها. غرفت كده الرز وعملت معاها طحينة وبابا غنوج. مرضتش اطول عليكم الفيديو لان انا عاملاهم معاكم قبل كده. السمك والرز من احلى الاكلات ومن اكلات الشعب المصري الرسمية يوم الجمعة. جربوا السمك والرز بالطريقة دي، واكتبوا لي رايكم في التعليقات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اوريكم برضو الرز والسمك. السمك فظيع يا جماعة، بالطريقة دي لازم تجربوه ان شاء الله، وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات.